كبد وقوانص الفراخ ممكن نجمعها وندخلها في اكلات تانية، ودي واحدة منهم. بجيب القوانص والقلوب وبقطعها قطع حسب الحجم اللي انا حباه، وبحطها في ميه ومعاها رشه ملح وعصير نص ليمونه، وبنزل القشر معاها وبسيبها على النار لحد ما تستوي. بكون مجهزه الكبد ومقطعها التقطيع اللي انا حباها او بالحجم اللي انا حباه، وبنزلها مع القوانص في الميه السخنه تكمل تسويه معاها. مش بتاخد وقت لان الكبده طريه يعني بتستوي بسرعه. بسيبها بقى في الميه يا دوب تاخد غلوتين 3 كده، وبسيبها في الميه السخنه وبطفي عليها اسيبها تبرد معاها، لان انا عايزه الكبده تنشف خالص من قلبها وما تطلعش اي سوائل خالص. وهنا بقى اللي متابعني بقاله فتره هيعرف ان انا بحب اول اسلق الطماطم اللي هعمل بيها صلصه المكرونه. بحطها على النار، بقسمها طبعا بنص واحطها على النار بتنزل السوائل بتاعتها وتستوي، وبعد كده بعصرها وبضيف عليها ملح وفلفل اسود والرشه صغيره من الكمون ورشه صغيره من السكر، وبكون محمره البصله بس بسيبها تبرد وبعدين ادوقها بدي لون، لان عندي مش بيحبوا البصل يكون باين في الاكل. بعد كده بحطها على النار تكمل التسبيك بتاعها، واضيف عليها كمان مع البهارات رشه شطه صغيره، ودي طبعا اختياري. وعلى ما الصلصه تتسبك بسلق المكرونه في ميه وملح بس. وطبعا بتكون الكبد والقوانص بردت، بطلعها من الميه او بصفيها من الميه بتاعه السلق وبديها شطفه على السريع. بجيب الحله او المقلايه اللي انا حمرت فيها البصل، مش بشطفها، مكان تحمير البصل بزود معلقه من الزيت وبدي تشويحه للكبد والقوانص تاخد لون كده مع رشه ملح وفلفل اسود ورشه صغيره خالص من الكمون. وكده كل حاجه بقت جاهزه، المكرونه والصلصه والكبد والقوانص. قدموها بقى بالشكل اللي تحبوه، ممكن تعملوها طبقات كده او ممكن تقلبوا كله في بعض. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير.